أهلا، أنا اسمي إسراء وده بودكاست سمك لبن تمر هندي. في البودكاست الشخصي الغير موضوعي ده هنمزج الجد مع الهزار، الرصانة مع التفاهة. هنتكلم في موضوعات مختلفة منها الاجتماعي والثقافي والنسوية مثلا. هيبقى فيه فقرات متعددة، منها فقرات عن البوك ريفيوز عادة روايات، ومنها فقرات عن تقييمات الأفلام والمسلسلات. وهنا تحية خاصة جدا لمحبي القتل والجريمة. هيبقى في مجال تبعتوا رسائل صوتية، تقترحوا موضوعات. استنوني تاني ورابع تلات من كل شهر. وزي ما عرفتوا من العنوان، النهاردة عيد ميلادي. الحقيقة أنا في البداية لما فكرت أني أعمل البودكاست ده تخيلت أني ممكن أعمله لونشينج حوالين عيد ميلادي، وأني أعمل الحلقة الأولى عن البيرثداي بلوز، أو أنا بحب أقول عليها غمة عيد الميلاد، أو ممكن نقول عليها كآبة عيد الميلاد. ودي حالة بتيجي لناس كتير، منهم العبد لله حوالين موسم عيد ميلادهم، بيبقوا كؤبة كده ومتوترين لأسباب مختلفة ومتنوعة. في حالتي أنا أكتر كان الموضوع خوف من المستقبل، من المجهول. كان عندي قائمة طويلة جدا في راسي عن ايه اللي مفروض كنت أعمله وما عملتوش. كان بيجيلي كده دفعة من الأسئلة الوجودية، زي أنا ليه إنسان؟ ليه مش بطريق أو شجرة؟ ليه الوعي الإنساني ده اللي تعبني؟ وعلى مدار السنوات حقيقة أصدقائي كانوا بيحاولوا يقنعوني إنه من مصلحتي إني أكون إنسان ومش بطريق ومش شجرة، لأنه البطريق هتغرق والأشجار هتولع بسبب الاحتباس الحراري والتغييرات المناخية اللي سببها الإنسان وسياسته البيئية. فإنه من مصلحتي أكون على قمة الهرم فوق مع الإنسان، بدل ما أكون في أسفل الهرم مع الأشجار والبطاريق. والحقيقة رغم تقديري لمحاولاتهم يعني، بس ما كنتش بقتنع قوي. السنة دي أنا عموما عندي حالة من حالات القبول، قبول للواقع، قبول لنفسي فيه وما تحققش. شطبت شوية حاجات كده من القائمة الطويلة دي، حسيت انها مش بتاعتي، هي بتاعت اللي حواليا، بتاعت المجتمع اكتر. وفضول اتجاه المستقبل، امل في المستقبل، والحقيقة لازال موجود خوف من المستقبل برضو وخوف من المجهول. بس ما بقاش مناسب قوي اني اتكلم عن موضوع البيرثداي بلوز، فقررت اني ممكن اتكلم معاكم عن ازاي بدأ الاحتفال بأعياد الميلاد عموما، وازاي في طرق مختلفة الثقافات المختلفة بتحتفل بيها بأعياد ميلادهم. وكان عندي نظرية خزعبلية زمان انه اكيد الاحتفالات بأعياد الميلاد بدأت من تنتنتا مصر قديمة، يعني اكتشفوا حاجات كتير. وسبب النظرية دي هي قصة معبد أبو سمبل، لأني وأنا طفلة والدتي حكت لي عن قصة نقل معبد أبو سمبل. معبد أبو سمبل اللي ما يعرفش هو اتبنى في عهد رمسيس الثاني لتخليد ذكرى انتصاره في معركة قادش، وتخليد لي وللجميلة زوجته الفاتنة نفرتاري. ولكن بعد بدء بناء السد العالي كان المعبد ده هيغرق. هي مجموعة معابد كانوا هيغرقوا تحت مياه بحيرة ناصر، والحقيقة انه في فعليا معابد موجودة دلوقتي يعني غرقانة تحت بحيرة ناصر، لكن المعبد ده تم نقله لمنطقة اعلى مش مهددة بالغرق. انا ليه بقى بحكي لكم القصة دي؟ انا بحكي لكم القصة دي عشان الجزئية دي في المعبد القديم الاصلي اللي كان محفور في الجبل، كانت الشمس بتتعامد مرتين في السنة على وجه تمثال رمسيس الثاني، في يوم ميلاده وفي يوم جلوسه على العرش. لما اتنقل المعبد لمكانه الجديد معرفوش يحسبوا الحسابات دي بنفس الدقة، فحصل شفت في الأيام، فما بقتش الأيام مظبوطة بالظبط. فده كان بالنسبة لي دليل انه الفراعنة كانوا مهتمين جدا بعيد الميلاد بتاع الملك اللي هو ملك سلاش إله، وكانوا بيحتفلوا بيه إلى الحد انه يبنوا معبد بتتعامد فيه الشمس على وجه الملك في ذكرى مولده. وقلت انه بعد كده مع الدولة الحديثة ومع وجود التدوين والسجلات، كل من هب ودب بقى يحتفل بعيد ميلاده، لانه كلنا بقينا عارفين احنا اتولدنا فين وامتى. وهنشوف قدام الى اي مدى نظريتي صح، بس اعتقد انه
فيها شيء كبير من الصحة. لما بنتكلم على أعياد الميلاد لازم نفتكر حاجة تانية، إنه التدوين والأرقام والتقويم ما هياش شيء معروف للإنسان منذ خلقته. يعني الإنسان البدائي ما كانش يعرف الأرقام مثلا. أنا قريت إنه الإنسان البدائي كان يعرف أرقام 1 2 وكتير، لأنه أي حاجة أزيد من 2 كانت بالنسبة له كتير. حتى الرقم 0 نفسه كان اكتشافه مغامرة ممكن نعمل عنها حلقة كاملة. وكذلك الأمر المفهوم الوقت ومفهوم التقويم. الإنسان القديم كان بيلاحظ إنه مع الوقت، مع مرور الزمن، هو بيكبر، بس ما عندوش طريقة لقياس الوقت والزمن، فضلا عن إنه هو يحسب مين اتولد في يوم ايه وذكرى ميلاده هتيجي امتى. هما كانوا بيتابعوا حركة الشمس، حركة القمر، حركات النجوم، بس ما عندهمش فكرة التقويم. مع مرور الزمن والتحضر الإنسان اكتشف التقويم القمري، وده بمراقبة القمر في دورته اللي بتبتدي من الهلال وتمر بالبدر وإلى آخره. فاكتشف دورة القمر دي، وبالتالي عمل تقويم، ومن هنا بدأ يبقى ممكن فيما بعد أن الإنسان يحتفل بعيد ميلاده. أول ذكر لأعياد الميلاد كما نعلمها كانت موجودة في التوراة، العهد القديم، في سفر التكوين، اللي فيها ذكر لاحتفال فرعون بيوم ميلاده. وصحيح أنه التوراة ما هياش نص تاريخي، ولكن نص ديني ذكر مسألة الاحتفال بيوم ميلاد الفرعون 3000 سنة قبل الميلاد. وفي اعتقاد انه الاحتفالات بأعياد الميلاد بدأت في مصر القديمة، وكانت اكتر للآلهة وللفرعون او الملك اللي هو ملك سلاش إله زي ما قلنا. وانه زي ما حاجات كتير من الثقافة المصرية القديمة راحت الضفة التانية من المتوسط عند اليونان، أعياد الميلاد راحت وانتقلت كفكرة للقدماء الإغريق. فقدماء الإغريق كانوا بيحتفلوا بأعياد ميلاد النخبة. وكلام اللي هقوله جاي ده في تحفظ شوية على المصطلحات اللي مستخدمة فيه، لأنه بالذات فيما يتعلق بالديانات الوثنية أو الديانات الطبيعية زي ما بتتسمى، في حاجات كتير ممكن تضيع في وسط الترجمة. بس اليونانيين، قدماء اليونانيين، كانوا مقتنعين انه الانسان في الايام المهمة في حياته، يعني الايام اللي فيها تغيير زي يوم ميلاده مثلا، بيكون محاط بروح شريرة. فهم كانوا بيتجمعوا حوالين الانسان في ذكرى مولده، وبيحتفلوا، بيغنوا له، وبيعملوا صخب على امل انه ده يبعد الارواح الشريرة. وكانوا بينوروا له شمع. فاحنا مدينين لليونان القديمة بفكرة وجود الشمع في أعياد الميلاد، على أمل أن تذهب أنوار الشموع ظلمة الأرواح الشريرة. يا سلام على اللغة العربية. وفكرة الجمعة بالأمنيات السعيدة في عيد الميلاد، كل ده كان طقس كده يهدف إلى الحماية، يعني نقدر نقول إنها تميمة أو نوع من أنواع الحماية. ومن الحاجات المسجلة برضو لليونان القديمة وتنسب ليهم هو الاحتفال بأعياد ميلاد الآلهة، منهم الإلهة أرتميس إلهة القمر. في الاحتفال بيها كانت بتنور الشموع، وكانوا بيعملوا كيك شكل قمر احتفالا بيها. والكيك دي كانت بتتعمل من دقيق القمح، من العسل، من الجبنة، وزيت الزيتون. فهم عملوا فورم معين، طريقة معينة للكيك للإلهة أرتميس. والرومان ورثوا الاحتفالات اليونانية القديمة زي ما ورثوا حاجات كتير، منهم احتفالاتهم بعيد الميلاد. ولكن روما القديمة كانوا جماعة ديمقراطيين أكتر شويتين، فكان رجل الشارع العادي بيتم الاحتفال بعيد ميلاده، ونخبة وعلية القوم كان بيتم برضو الاحتفال بأعياد ميلادهم، اللي بعضها كده كان حاجة زي أجازة رسمية، يعني في مفهومنا العصري والمعاصر. وأنا قلت لكم رجل الشارع العادي لأنه الحقيقة كان في تمييز تاريخي ضد المرأة حتى في احتفالات عيد الميلاد. فما فيش احتفالات حصلت بأي مرأة في عيد ميلادها قبل القرن ال12. فهم كانوا بيحتفلوا في روما القديمة بعيد ميلاد الرجال،
وطبعا النخبة والحكام ورموز الدينية الكبرى والكلام ده كله، لحد ما دخلت المسيحية للإمبراطورية الرومانية. وعلى غير ما تتوقعوا يا أعزائي، يعني في العصر الحالي الاحتفال بعيد ميلاد السيد المسيح هو يعتبر أكبر احتفال بعيد ميلاد العالم كله بيحتفل بيه. طبعا في احتفالات لأديان تانية زي المولد النبوي الشريف مثلا المسلمين بيحتفلوا بيه، بنوزع بقى حلويات المولد والقصة دي كلها، وفي ناس كمان بتاكل حاجات تانية ليها علاقة باحتفالات بالمولد النبوي. لكن تحديدا الاحتفال بميلاد السيد المسيح ما كانش هو الديفولت، ما كانش هو الأصل في بداية نشأة الكنيسة. ده لأن الكنيسة بتاعت روما كانت بتعتبر عيد الميلاد كفكرة هو عيد وثني، ما هواش عيد مسيحي. وده اتغير بس في القرن الرابع الميلادي، لما الامبراطور قسطنطين اول امبراطور روماني مسيحي مسك الحكم، فبقى في محاولة للتقريب، للاحتواء، للتغطية على بعض الاحتفالات الوثنية. على فكرة في الكنائس الغربية بيحتفلوا بيه يوم 25 ديسمبر، وده على مقربة من عيد الشمس أو عيد للإله ساترن كان بيتم الاحتفال بيه في روما القديمة. تاريخيا الاحتفال ده كان بيبتدي في روما القديمة من يوم 17 ديسمبر وبيستمر بعد كده لعدد من الأسابيع. فالبابا في القرن الرابع وقت تولي قسطنطين قرر ان هم يحتفلوا بعيد ميلاد السيد المسيح يوم 25 ديسمبر، وانه يبقى في كده احتواء لبعض الطقوس اللي كانت موجودة في روما وقتها، وده محاولة زي ما قلت للتقريب والاحتواء. انا كمان عايزة انوه انه مش كل المسيحيين حول العالم بيحتفلوا بميلاد السيد المسيح يوم 25 ديسمبر. مثلا في مصر الأقباط الأرثوذكس بيحتفلوا يوم 7 يناير، ومثلا الأرمن الأرثوذكس بيحتفلوا يوم 6 يناير. فهي مش محل إجماع، بس أنا هنا بتكلم تحديدا على الاحتفال بميلاد السيد المسيح في كنيسة روما. وعلى مدار التاريخ بعدها كان فكرة الاحتفال بأعياد الميلاد موجودة. في العادي وفي الأعم كانت احتفالات نخبوية شوية، لأن فكرة وجود كيكس طعمها حلو دي كانت مش سهلة قوي، وكانت المواد دي غالية جدا وكان مش سهل صناعتها. بس ثقافات مختلفة كان فيها طرق مختلفة. يعني مثلا الثقافة الصينية كان فيها احتفال بأعياد الميلاد، بالذات عيد ميلاد الطفل الأول اللي كان بياخد أهمية كبيرة. فكان أهل وأحباب الطفل بيتجمعوا، كانوا بياكلوا نودلز طويلة كرمز كده انه حياة مديدة وسعيدة للطفل. لكن شكل اعياد الميلاد اللي احنا نعرفها اللي بتتعمل زي ما احنا نعرفها النهاردة ظهرت عند الجماعة الألمان، فهم في القرن ال18 بقى في الكندر فيست. كندر يعني طفل تقريبا من الألماني، الله أعلم، اللي بيفهم ألماني يقول. بس ده احتفال كان بيحصل للطفل، بيتعمل له فيه كيك، بتحط فيه شموع شكرا لليونان القديمة بطريقة كده يونيك شوية. كان بيتحط شمعة لكل سنة في عمر الطفل زائد شمعة زيادة كرمز للعام الجديد اللي نأمل ان الطفل يعيشه. كانوا بيغنوا له، كان الطفل بينفخ في الشمعة وبيعمل أمنية سعيدة. ففي صدى للاحتفالات اللي كانت موجودة في اليونان القديمة في الاحتفال الألماني ده. لكن مش بس الدولة الحديثة وفكرة وجود السجلات أدت بقى لأنه أعياد الميلاد شاعت وبقى كل من هب ودب ليه عيد ميلاد زي ما قلت. اللي حصل كمان أنه الثورة الصناعية خلت من السهل أنه يتعمل جاتو. يعني زمان كان موضوع مكلف وكان مقتصر بس على النخبة. بعد الثورة الصناعية بقت محلات الحلويات ومحلات المخبوزات موجودة، فبقى في إمكانية أكتر للاحتفال بأعياد الميلاد. ويمكن كتير منكم بيتساءل الأغنية بتاعت Happy Birthday to You اللي احنا نعرفها، اللي هي بتتغنى في كل ثقافات العالم تقريبا بطرق مختلفة، بما فيهم حتى ثقافات ما تعرفش الإنجليزي خالص. ازاي حصلت؟ سنة 1893 في اختين باتي هيل وميلدريد هيل، الاتنين كانوا مدرسات، نشروا اغنية اسمها Good Morning to All او صباح الخير للجميع.
في كتاب للمدرسين التانيين. الهدف من الأغنية دي كان إنها تتغنى كل يوم الصبح قبل بدء اليوم الدراسي. كتاب حقق انتشار، والأغنية دي كان ليها صدى، وده خلى واحد اسمه روبرت كولمان نشر كتاب أغاني سنة 1924، حط فيه الأغنية دي مع تغيير في الكلمات، فالكلمات الجديدة اشتهرت أكتر من الكلمات القديمة، وهي دي أغنية The Birthday Song، أغنية عيد الميلاد اللي احنا نعرفها دلوقتي بالإنجليزية. سنة 1933 نسخة جديدة من الأغنية دي استخدمت في مهرجان إيرفينج برلين ميوزيكال، وواحدة من الأختين رفعت قضية حقوق ملكية فكرية أو كوبي رايت، والحقيقة إنها فازت وكسبوا الأختين القضية دي. والأغنية بتاعت عيد الميلاد دي ويا للمفارقة تحت الكوبي رايت، تحت حقوق الملكية الفكرية لحد سنة 2030. ويقال يعني انه ورثت بقى الاختين بياخدوا 2 مليون دولار في السنة على الاغنية دي. يا سلام. والحقيقة نفسي اعرف الفيرجن المصري اللي هي برضو بتستخدم في العالم العربي، يعني بتاعت سنة حلوة يا جميل دي، مين عملها؟ عندي فضول ابحث، فاللي عارف يا ريت يسيب لي كومنت. وكمان بقى الجزء اللي مش مستخدم في العالم العربي، اللي هو مستخدم بس عندنا في مصر، اللي هو يلا حالا بالا دالا حيوا ابو الفصاد، هيكون عيد ميلاده الليلة اسعد الاعياد فليحيى ابو الفصاد. انا شفت الاغنية القديمة، معرفش اذا كان ليها اصل تاريخي بعيدا عن النسخة القديمة اللي اتعرضت في التلفزيون والإذاعة المصرية، فبرضو اللي عنده معلومة عن حي أبو الفصاد أصلها فصلها جاي منين يا ريت برضو يقولي. كمان من الحاجات اللي عايزة أشير ليها إنه عدم وجود تدوين لقصة أعياد الميلاد دي ممكن يكون مرتبط بالفقر. يعني العالم في الحضارات القديمة ما كانش عالم سعيد قوي، هو كان عالم فيه نخبة وفيه جموع من الفقراء والجائعين. بالتالي ممكن يكون عدم وجود تدوين لفكرة عيد الميلاد والاحتفالات بيه لعوام الناس منبعه الفقر، مش منبعه أي شيء تاني. عايزة اخدكم كده في جولة ازاي بعض الثقافات والأديان بتحتفل بعيد الميلاد أو حتى بتحط أهمية خاصة لأيام معينة أو فترة معينة أو عيد ميلاد بعينه. مثلا في الدين اليهودي في احتفال خاص ببلوغ الطفل 13 سنة اسمه بار ميتزفا. طبعا بعتذر للغة العبرية لأنه ممكن أكون بنطق الكلام ده كله غلط. الميتزفا هي الوصايا أو الأفعال الحسنة. بار ميتزفا ممكن تترجم بابن الوصايا في أغلب المذاهب اليهودية لما الطفل بيوصل سن 13 سنة. وعشان أقرب الصورة ليكو، هو ده سن التكليف في الدين اليهودي اللي الطفل فيه بيسمح له إنه هو يلبس التفلين. والتفلين ده اللي هو لو حد شاف صور لصلوات الرجال اليهود هيلاقيهم لابسين حزام جلد اسود على ايديهم اليمين وعلى راسهم، وبيبقى فيه صندوق صغير. الصندوق الصغير ده بيبقى فيه كتابات من توراة بتتكلم عن التوحيد وحاجات تانية كتير. فده سن التكليف، وده بيتم في احتفال الطفل بيسمح فيه لأول مرة انه هو يلبس التفلين، وانه هو يشارك في الصلوات، وانه هو يقيم الشعائر الدينية اللي هي الميتزفا. والتوراة فيها تقريبا 613 أمر ديني، يعني محتاج اليهودي المؤمن انه هو يعملهم. منهم يعني الحاجات اللي احنا عارفينها زي لا تقتل، انك تطيع أبويك، انك لا تنتقم. بس منها حاجات تانية مثلا انه ما ينفعش الجمع مثلا بين الصوف وبين الكتان، ما ينفعش الجمع بين المنتجات الألبان وبين اللحوم وغيرها من القناعات الدينية. حاجة كمان عايزة أقولها، أنا قابلت ناس معتقدين انه في اليهودية الطفل بيختن في سن 13 سنة يعني في الاحتفال ده، بس ده مش حقيقي. في اليهودية الأطفال الذكور بيختنوا في عمر 8 أيام، وده لأنه في المعتقد اليهودي آدم لما خلق مختن، ولكن لما عصى ربه وثار عليه خلقته اتغيرت فبقى غير مختن.
استمرار اليهود الذكور في عادة الختان هو محاولة للقرب من ربنا والعودة للصورة الأصلية لآدم. من مثير الاهتمام انه لما قريت عن البات ميتسفا او تترجم يعني بابنة الوصايا، وهو الاحتفال الموازي بس للإناث، اكتشفت ان هو مش بيتم الاحتفال بيه عند كل اليهود، هو بيحتفل بيه اكتر عند اليهود الإصلاحيين والليبراليين اللي خدوا نفس فكرة الاحتفال اللي عند الذكور وعملوا يعني بقوا يحتفلوا بيه للبنات. فده مثلا قصة البار ميتسفا أو البات ميتسفا. زي ما قلنا الصين كان تاريخيا أهم احتفال هو عيد ميلاد الطفل الأول، وكان بيتاكل فيه النودلز الطويلة رمز للحياة المديدة والسعيدة. في ثقافات تانية عندها حاجات مختلفة شوية، يعني مثلا في فيتنام وحتى في اليابان وفي دول آسيوية تانية كانوا بيحتفلوا بعيد ميلاد الطفل الأول كده بشكل جماعي. يعني في فيتنام مثلا التات أو راس السنة كان بيحتفل فيه بكل الأطفال اللي تموا سنة واحدة، وما يفرقش بقى هل يوم ميلاده الأصلي قريب من يوم راس السنة ولا لأ. في فيتنام المعاصرة ده مش موجود قوي، بمعنى انه الانسان دلوقتي في فيتنام بيحتفل بعيد ميلاده العادي اللي احنا نعرفه، وفي البعض كمان بيحتفل بعيد ميلاده القديم اللي هو في راس السنة، فبقى فيه احتفالين. في اليابان مثلا كان عندهم طريقة غير الطريقة دي، كان عندهم طريقة بقى غريبة اكتر. يعني كانوا بيحسبوا ان الطفل اول ما بيولد هو عنده سنة، مش زي عندنا مش صفر. ده اتغير سنة 1950. واعتقد كوريا كان عندها سيستم مشابه، يعني لو انا كنت في كوريا كانوا هيزودوني سنة. ودي حاجة على حد معلوماتي برضو غيروها متأخر، فكل الكوريين من كام سنة صحيوا بقوا أصغر سنة. ولكن يبدو بقى انه في دول عندها ولع بفكرة شد الودان. يعني مثلا في البرازيل الأطفال في أعياد ميلادهم بيتشد ودانهم من قبل أسرهم على أمل إن هو يكبر كفاية لدرجة إن ودانه توصل للأرض. ودي عادة يبدو إنها موجودة في دول تانية زي روسيا وزي إيطاليا وزي الأرجنتين، عادة شد الودان. الحمد لله ما عندناش احنا الكلام ده. فمثلا في روسيا غير قصة شد الودان وكل واحد يحرص على ودانه، الأطفال بتجيب حلويات لأصحابها في المدارس، وأحيانا أصحابهم في المدرسة ومدرسينهم بيجيبوا لهم هدايا مصنوعة يدويا. وغير الكيكة أعياد الميلاد في فطيرة عيد الميلاد في روسيا وقصة شد الودان دي. في الدنمارك مثلا عندهم حاجة غريبة عجيبة، لما بيجوا يحتفلوا بعيد ميلاد شخص الكيك بيبقى عليه علم الدنمارك والأطباق والبالونات والحاجات دي. حاجة غريبة عجيبة، يعني عيد ميلاد قومي بقى مش عيد ميلاد شخصي. الحلو في الموضوع انه الاعلام والحاجات دي تقدر تستخدمها في اعياد ميلاد الناس التانيين، وداعا للديكوريشنز العملاقة الرهيبة اللي بشوفها في بعض اعياد ميلاد الاطفال. ويبدو كده انه في ثقافات كتير بتهتم بعيد ميلاد بعينه للإنسان. يعني احنا مثلا اتكلمنا عن اليهودية اللي سن 13 سنة هو سن مهم جدا للذكور، سن وسنة واحدة مثلا في الثقافة الصينية وهكذا. لكن الثقافة في أمريكا اللاتينية بتهتم جدا بسن 15 سنة للبنات، لأنهم تاريخيا يعني ثقافيا كانوا بيعتبروا أنه ده السن اللي البنت بتتنقل فيه من الطفولة إلى أنها بقت امرأة في كامل الأهلية. لا حول ولا قوة إلا بالله. فكانوا بيعتبروا أنه ده السن اللي هي مهيئة فيه للجواز، وكانوا بيعملوا احتفال ضخم بعيد ميلاد البنت 15 على أمل إنها تشوف الرجال المحتملين اللي ممكن يكونوا أزواج ليها. وبقى كان بيبقى فيه لبس حلو وبتلبس فستان. لما شفت الصور الاحتفالات الحديثة دي حسيت إنه البنت اللي بيحتفلوا بعيد ميلادها بتبقى أشبه ما تكون بالعروسة، يعني لابسة فستان كبير وتاج ومكياج، وحواليها صحباتها برضو لابسين ومتدلعين ومتظبطين كأنهم برايدز. وهو الاحتفال ده الكنسانييرا، وبعتذر مقدما
للغة الأسبانية. هو موجود أصلا في الدول الناطقة بالأسبانية واتنقل لأمريكا مع الهجرات المتكررة. في كلام كتير عن الأصول التاريخية للاحتفال ده، إذا كان احتفال جاي من التقاليد الكاثوليكية في أسبانيا ولا احتفال جاء أكتر من الثقافة الأصلية لسكان الأصليين المكسيك قبل كولومبوس ما يكتشف الأمريكتين. لأنه مثلا شعب الأزتكس في المكسيك كان عندهم الثقافة بتاعة الاحتفال المرتبط بمراحل انتقالية في حياة الإنسان. من الناحية التانية بيتقال مثلا انه دوكة ألبا في اسبانيا هي اول حد عمل احتفال ودعا ليه البنات. في لغتنا المعاصرة بنقول عليهم مراهقات، زمان بيتقال عليهم young ladies، النساء الصغيرات. يعني هما فتيات بلغوا للتو لحفل كبير في القصر، وطلبت منهم يلبسوا ملابس رسمية على امل ان هما يشوفوا ايه الازواج المحتملين للمستقبل. وده تقليد استمر طول الإمبراطورية المكسيكية التانية. فيقال مثلا إنه الإمبراطورة كارلوتا اتبعت برضو نفس التقاليد، وكانت بتعمل الحفلة دي في مكسيكو سيتي في المكسيك. وعلى فكرة كارلوتا هي الحفيدة للوي فيليب الأول ملك فرنسا. اللي لفت نظري بقى إنه تقليديا في المكسيك الكنسنييرا كان الرجالة اللي بيجوا فيها يطلبوا القرب، يعني زي ما بنقول في مصر، كانوا بيقدموا هدايا للبنت وعيلتها كدوري، زي مهر كده. وانا كنت صراحة متخيلة انه المهر معروف بس في الثقافات بتاعتنا، يعني ثقافة الشرق الاوسط وشمال افريقيا، يمكن افريقيا، يمكن اجزاء من اسيا، بس طلع حتى ده تقليد كان موجود في امريكا اللاتينية. ودي كانت المعلومات او الحكايات اللي لقيتها عن عيد الميلاد كفكرة وليه بدأنا نحتفل بيه. زي ما قلت لكم في المقدمة الطويلة جدا، أنا ناوية أنه البودكاست يكون عبارة عن فقرات. فالنهاردة مش هعمل ريفيو عن مسلسل، بس مسلسل سفاح الجيزة هيتعرض قريبا على منصة شاهد. أنا ناوية الصراحة أتفرج عليه لأن أنا كنت متابعة قضية سفاح الجيزة الحقيقي بقى اللي بحق وحقيقي، وشفت تقريبا كل الانترفيوز اللي اتعملت مع اهالي الضحايا. فهبقى اقول لكم على رايي في المسلسل، وهبقى اقول لكم كمان على رايي، هنعمل حلقه عن رايي في النوعيه دي من المسلسلات عموما، وعن كلام الخبراء عن المسلسلات اللي بتتناول قصص السفاحين او القتله المتسلسلين. مع العلم ان احنا في مصر، واعتقد في اغلب الدول العربيه، كل من هب ودب ممكن يتقال عليه سفاح، مع انه في كرايتيريا معينة لمين يقال عليه قاتل متسلسل. بس هسيب ده نتكلم عنه في حلقات قادمة. والرواية اللي هكلمكم عنها النهاردة هي رواية تغريبة القافر للكاتب العماني زهران القاسمي. أنا حضرت توقيع الرواية ومناقشتها في القاهرة، والرواية فازت بجائزة البوكر العربي. والحقيقة أنا أعجبت جدا بالرواية، وأنا مع الأسف يعني مش عندي معرفة كافية بالأدب العماني. يعني قريت رواية واحدة لجوخة الحارثي اللي هي سيدات القمر. عندي معرفة بالأدب الخليجي بس أغلبه الكويت، العراق والسعودية أكتر من عمان كتير، وده شيء يعني هحاول أغيره في المستقبل. رواية ممتعة جدا بالنسبة لي لدرجة ان انا تقريبا خلصتها في يومين، رغم انها رواية كبيرة. انا مش هحرق اي من تفاصيلها، بس هي رواية بتبدأ بالموت، وتأثير الموت ده على شخصية البطل اللي هو مهمته ايجاد المياه وانقاذ اهله. ومش عارفة، طول ما انا بقرا الرواية حسيت انه افتكرت زرقاء اليمامة in a way. اللي لفت نظري طبعا لغة الرواية لغة فصيحة جميلة، وزهران القاسمي كمان هو أصلا شاعر، فاللغة العربية رائعة. والحبكة عجبتني جدا. كان في بالي كده فكرة وانا بقرأ انه الحوار كله معمول باللهجة العمانية،
وده ممكن يكون صعب على بعض الناس اللي مش معتادين على اللهجة العمانية. يعني مثلا القراء المصريين ممكن يكون عندهم معرفة أكتر باللهجة السعودية على سبيل المثال للأسباب المتوقعة، لكن اللهجة العمانية ممكن لا. أنا عجبني الحوار اللي اتعمل في الندوة اللي حضرتها بين طارق الإمام الكاتب المصري وزهران القاسمي، وأقدر أقول أنه اقتنعت بوجهة النظر اللي هم قالوها، أن في النهاية الرواية هي فن واقعي، وأنه في اختلافات في اللهجة مش بس بين عمان ومصر مثلا، لكن جوه عمان نفسها. زهران القاسمي قال أنه في على الأقل 3 لهجات موجودة في عمان، وأنه ده لازم يظهر من خلال لغة الحوار بين الأبطال في الرواية. بس الحقيقة أنه الكلام اللي كان مكتوب باللهجة العمانية هو مفهوم، بس ايه، نفتح قلبنا للهجات التانية. فتقييمي للرواية 10/10. انا استمتعت جدا جدا بيها. عارفة انه ساعات كتير ناس بيبقى عندهم تشكك في الروايات اللي اترشحت للبوكر او اللي فازت بالبوكر بسبب خيبة الامل في بعض الروايات اللي كانت على القائمة الطويلة او القصيرة للبوكر. بس صراحة أنا عجبت جدا بالرواية، وأكيد مش هتكون آخر مرة أقرأ فيها لزهران القاسمي. وبس دي كانت حلقتنا النهاردة. لو عايزين تسيبولي رسائل صوتية تظهر في الحلقات القادمة من البودكاست، هتقدروا تلاقوا اللينك في الديسكريبشن بتاع البودكاست. طبعا سيبولي كومنتس وتعليقات سواء على شوية الأسئلة اللي سألتها لكم في البودكاست أو أي اقتراحات أو رأي، وأشوفكم كمان أسبوعين. باي باي.